طب ايه يا هيما، هناكل ايه النهارده؟ دونت وري براذر، اكلك اكله ايه يا عم مالك، انت هندي ولا ايه؟ هندي. والمكان ده حللك مشكله انك لازم تاكل الانديان فود في مطعم بره بالباكجنج الخطير بتاعهم في التيك اواي ده. بوكس المهرجة كومبو ده جبناه عشان تقريبا في احلى الحاجات عندهم، ده غير كم الصوصات اللي هم جايبينه مع النان بريد. البرياني بالخضار اول حاجه جربناها من البوكس، والرز متبهر مع ميكس الخضار كان حلو، بس احنا لو جبناه تاني هنجيبه بالفراخ او اللحمه. والراجن جوش ده من اكتر الاطباق اللي عجبتنا النهارده، وبتبقى لحمه ضاني معموله في صوص كده فيه كاري وبصل، وده هيعجب اي حد بيحب اللحمه الضاني. اما الدال المكني ده اغرب طبق اكلناه النهارده، وده بيبقى عدس اسود معمول في زبده، وطعمه كان جديد بالنسبه لنا ومش شرط يعجب كل الناس. والسمبوسه اللي محشيه بطاطس وبسله بالبهارات الهندي دي كانت مش طبيعيه. وما تنسوش تجربوا النان بريد مع الصوصز، وبالذات اللي بالتمر الهندي. وعشان الباتر تشيكن اساسي ومش موجود في المهرجة كومبو، فكان لازم نجيبه اكسترا وتاخد بقى معلقه منه مع الرز. واقل حاجه تتقال على الطبق ده يا جماعه عندهم انه كان تحفه تحفه تحفه. والكورياندر تشيكن دي هتعجب اي حد بيحب الكزبره، وتستاهل انها تكون من البيست سيلرز عندهم. تحلي اخر حاجه بالجلاب جامن ده، وبيبقى عامل زي البسبوسه كده. هو كان حلو بالنسبه لنا بس كان مسكر زياده شويه. والمكان ده موجود على رابط وطلبات، وبيوصل التجمع والمعادي ومصر الجديده، واسمه هندي. ايه يا هيما، انت سرحت في ايه؟ مش عارف الصراحه، بس احنا محتاجين ناكل.